في عام 1997 وقعت حادثة غريبة في أحد المستشفيات، وقيل أنها مجرد حالة وفاة طبيعية، لكن بعد 25 سنة ظهرت الحقيقة التي دفنت معها أعوام من الآلام والخداع. وهلا بالفخمين، كل فترة قصة، كل قصة فيها شيء يخليك تعيشها كأنك كنت فيها. فقبل المشاهدة لا تنسى تصلي على النبي، تذكر الله، تسوي لايك واشتراك. ليتس جو. عام 1997 كان الدكتور مازن يعمل في أحد أكبر مستشفيات العاصمة. كان طموح ومحترم ومحبوب من زملائه، وفي ذلك الوقت كان مرتبطا بفتاة تدعى ريم. كانت مريضة بالسرطان، لكنه أحبها رغم مرضها وأصر على الزواج بها. لكن فجأة بدون مقدمات توفيت ريم في أحد أجنحة المستشفى، وقيل أن الوفاة كانت بسبب تدهور حالتها. ومازن انهار، لكنه تقبل الأمر وسافر بعدها إلى الخارج في بعثة دراسية، ولم يعد بعدها، واختفى تماما عن الساحة. وفي عام 2022 بعد 25 سنة حضرت امرأة مسنة إلى نفس المستشفى تطلب مقابلة مدير المستشفى، ومعها حقيبة قديمة صغيرة. قالت إنها خالتي ريم، وطلبت أن تتحدث مع الطبيب مازن. وطبعا أخبروها أن الدكتور مازن لم يعد يعمل هناك منذ التسعينات. لكن الممرضة آمنة، وهي من الموظفين القدامى، تعرفت على الاسم وقالت: ريم؟ مستحيل، ريم ماتت هنا من زمان. والمرأة المسنة ابتسمت وقالت: أنا أعرف، لكن موتها لم يكن كما تظنون. طلبت آمنة أن تعرف الحقيقة، وجلست العجوز تحكي القصة. قالت المرأة: ريم لم تمت من السرطان، لقد كانت ضحية مؤامرة. وفي أيامها الأخيرة اكتشفت ريم أنها كانت حامل من الدكتور مازن، لكنها خافت أن تخبره، لأنها كانت تشك أن هناك من يراقبها في المستشفى. وبعد أيام كتبت رسالة اعتراف كامل ووضعتها داخل الحقيبة التي كانت في يدها، وطلبت من أحد الممرضات الاحتفاظ بها. لكن الممرضة اختفت في اليوم التالي. وفي نفس الليلة توفيت ريم، وكانت العجوز أخت ريم، وكانت تقاتل 25 سنة لتعرف الحقيقة. وقبل أشهر توفيت تلك الممرضة، ووجدوا في أغراضها الشخصية حقيبة صغيرة فيها رسالة مكتوبة بخط ريم فيها كل التفاصيل. ريم اكتشفت أن مدير المستشفى في تلك الفترة كان يتاجر بعقاقير فاسدة تحقن بها بعض مرضى السرطان لتجربة فعاليتها، وكانت تملك أدلة وكانت تستكشفهم. لذلك تم التخلص منها بطريقة طبية لا تثير الشبهات. وبعد أيام من زيارة العجوز عاد الدكتور مازن، وبعد أن وصلته نسخة من الرسالة عبر الإيميل لم يصدق عينيه، ظل يبكي لساعات. وبعدها قرر أن يفتح التحقيق بنفسه بمساعدة محامي وصحفي معروف. وبدأت القصة تنتشر، والسلطات أعادت فتح ملفات المستشفى، وتم كشف تورط مديرين قدامى في قضية الاتجار بعقاقير ممنوعة. وأثبتت علاقة وفاة ريم بعملية قتل طبي صامت. وزار مازن قبر ريم لأول مرة بعد 25 سنة، وقف أمامه وقال: سامحيني، ظننت أنك رحلت بسلام، ولم أعرف أنك كنت وحدك في مواجهة الوحوش. وفي اليوم التالي تبرع بكامل ميراثه لإنشاء جمعية باسم ريم لحماية المرضى من الأخطاء الطبية والفساد الصحي. فهذه كانت قصة أتمنى تتقبلوها. وبعض القصص لا تنتهي بالموت، بل تبدأ منه، والظلم قد يدفن لسنوات لكنه لا يموت. وسلامتكم.